ببيض ولبن وسكر هتعملي احلى تحلية ممكن تعمليها. مش هتبطلي تعملي النوع ده من الحلويات من كتر ما هو سهل وبسيط ولذيذ جدا، وقد ايه مفيد، وتقديمه بيبقى في منتهى الشياكة. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف المقادير والطريقة. معايا هنا كيلو اللبن، عليه 7 بيضات، عليهم كوباية وربع من السكر و6 بواكي من الفانيليا. انا معايا هنا 2 مقدار من اللبن 2 كيلو، معاهم 14 بيضة و12 باكو فانيليا وكوبايتين ونص من السكر. انا بستخدم بواكي الفانيليا ديت عشان اضيع ريحة الزفارة في اللبن. تعالوا نشوف بقى هنعمل الطريقة ازاي. مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، بس بتطلع معاكي نوع من الحلويات ما شاء الله في منتهى الجمال. هنبتدي كده نجيب بولة وننزل فيها اللبن. هنا انا معايا 2 كيلو من اللبن، لو انت هتعملي كيلو هتقسمي نص المقدار كله على النص. هنحط اللبن طبعا مغلي ونسيبه لما يبرد تماما عشان نقدر نخلط فيه البيض براحتنا. ونبتدي كده نكسر ال7 بيضات، لو هو كيلو، لو 2 كيلو انا هنا معايا 14 بيضة. هنبتدي نحط البيض كده زي ما انتوا شايفين، وبعد ما نخلص كل البيض هنضربهم كويس جدا مع بعض. بعد ما ننزل البيض كده زي ما انتوا شايفين، هبتدي احط نص مقدار السكر، يعني هحط كوباية الا ربع لو انا هعمل كيلو واحد. لو هحط على 2 كيلو لبن يبقى هحط كوباية وربع من السكر. انا هقسم نص السكر ده وهحطه في اللبن، والنص التاني انا هستخدمه في حاجة تانية هوريها لكم دلوقتي. هنخلط كده كله مع بعضه، وبعدين نضربهم في الخلاط او نضربهم في محضر الطعام، الحاجة الموجودة والمتوفرة عندك. بعد ما نضربهم هيبقى شكلهم بالطريقة دي، عاملين لي الرغوة دي كده، وكله اتضرب مع بعضه كويس جدا. هاخد الكوباية وربع من السكر او الكوباية الا ربع لو انت هتعملي مقدار كيلو لبن، وهنحطهم على النار مع 4 معالق بالظبط من المية. انا هنا بعمل الكراميل اللي هحطه في القاع بتاع القالب بتاعي. الكراميل اهم حاجة فيه ان انتي ما تقلبيش بمعلقة. بص انا بقلبها كده، هي دي الطريقة الصح لتقريب الكراميل، ان انتي بتقلبي بالطريقة ديت من غير ما تحطي فيه اي معلقة، وده عشان ما يسكرش معايا. حطاه على نار هادية تماما، وتفضلي واقفة قدامه ومراقباه باستمرار على حد ما يوصل للون اللي انتي عايزاه. هنا خلاص كان السكر داب معايا كله وابتدى يكرمل ويديني اللون اللي انا عايزاه. انا هنا بفضل الكراميل يكون فاتح شوية، ما يبقاش غامق قوي، يبقى معايا كده للون اللي انا هوريهولكوا ده. انا هنا مجهزة الاواني فيها الكراميل، وانا الكراميل واصل معايا للون ده. بصوا لون يعني ذهبي غامق سنة، في ناس بتغمقه اكتر من كده، كل واحد وذوقه، بس انا بحب اللون ده، بيبقى طعمه بنفضله احسن. بعد كده هنصب بسرعة الكراميل في القوالب طبعا عشان ما يتجمدش معايا، وانزل بعد كده بالخليط اللي احنا عملناه. ما شاء الله وصفة سهلة وسريعة، وطعم بقى مش قادرة اقول لكم حكاية. هننزل كل الخليط كده في القوالب، ونبقى سايبين مسافة كده، ما نملاش القالب على الاخر علشان ما ينزلش في الصينية. يا دوبك كده نوصله لقبل اخر الحرف بشوية، وما نملهوش اكتر من كده. كده انا بعد كده هنعمل حمام ميه سخنه كده زي ما انتوا شايفين. هنوصل الميه السخنه لنص القالب وندخله في الفرن اللي شغال على 180. ما شاء الله بعد كده بختبره لما يخرج. بصوا معايا، طالما الخل حطيتها وطلعت نظيفة كده، يبقى الكريم كراميل معايا بقى جاهز. ما شاء الله خد معايا بالظبط من تلت ساعة نص ساعة على الشبكة شغالة على 180، وطالع معايا اللهم بارك بالشكل التحفة ده. طعمه حكاية، كريمي جدا بجد، احلى من اللي بتجيبيه من بره. لما تجربيه في البيت هتبطلي تشتريه بواكي جاهزة، وهتبطلي تجيبيه من بره. اعمليه بالطريقة دي وانت مش هتبطلي تعمليه من كتر ما هو جميل وفايدته عالية جدا. يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. مع السلامة.